انا ليه هسه ما مقتنع انه عطلة نص السنة خلصت. خايفين السالفه، هذاك اليوم امتحنا اخر امتحان. معقول انا الوحيد اللي حسيته 15 دقيقة مو 15 يوم؟ منين جبت 15؟ هي 17. والله اول ما بدت العطلة انا قلت شغلة، قلت هسه اغمض افتح طب القاها خلصت، وبالفعل صار هذا الشيء ومر اسبوع على الدوام. طبعا انا الحمد لله طلعت ناجح واقل درجه عندي 68، وبعد لي مشتركين وادخل 200 مشترك، فيا اخي اشترك حتى لو عندك حساب وهمي روح اشترك بيه، بس خلنا ندخل واخلص. المهم هسه كل شيء سمعته ذبه بالزباله، خلنا ندخل بالمقطع. طبعا انا اتوقع كلكم تعرفون شاجور الالعاب، كلكم لو بهارات ما الضحك. نرجع لموضوعنا. هذاك اليوم اللي هو ما اعرفه بالضبط، خالد طقه بسكينه، رغم اني اصلا ما اتابعهم ولا اهتم بمحتواهم، بس رغم هذا يعني ضجت علي. امانه بيكم اريد الكل يدعو له بالشفاء، يعني تخيل هذا لو اخوك ايش صاير بيه لا سمح الله. ودخلت على التعليقات واتفاجئ نص العالم يغلطون عليهم وينتقدوهم وفرحانين على اللي صار بخالد. والله هاي الناس من صدق ما تستاهل. يعني حتى نور بي ام من مات نص الشعب العراقي ترحم له، هذا يعني ادعوا له على الاقل بالشفاء، او على الاقل لا تحجون على الولد، يعني والله خطيه. تعالوا خلينا نشوف هذا المقطع. السلام عليكم. اخويا خالد ضربوه سكينه ببطنه، واحد ضربه وانهزم، وهسه حاليا بالمستشفى، اريدكم تدعوا له بالصحه والعافيه. طبعا الاخبار كلها حنزلها على حسابي الاساسي اسمه رافد محمد، وان شاء الله نعرف هذا من الضربه، واريدكم تدعوا له بالصحه والعافيه. ان شاء الله ما بيشي ويقوم بالسلامه يا رب. طبعا شباب اكو شغلات صارت بعمليه بقوري اذا تتذكرونها، اكو نماذج طلعوا وهاي النماذج هم طلعت مره ثانيه. هاي النماذج خذ صوره خالد وكاتبين انتقل على رحمه الله خالد، او خالد للاسف مات. بشر زربه انتم رحمه للعباس، يعني الولد خلص قام بالسلامه وهم بعدهم ينشرون. وين تردون توصلون؟ بس لو افتهم، يعني لو عندك اخ مثل حاله خالد وشفت فيديو منشور بالتيك توك هيك يقولون عليه، بهاي الحاله انت ايش راح يصير بيك؟ عمي كافي حتى لعبت نفسي لدرجه راح اسد المقطع لهنا. يلا باي، ان شاء الله اذا الله راد اشوفكم الخميس الجاي.